معلومات وأسرار تعرض لأول مرة عن زوجة محمد بن زايد آل نهيان بعد إنباء وفاته. زوجة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان. تزوجا في عام 1981 ولهما 9 من الأبناء، 4 ذكور و5 إناث، أبرزهم الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي. تشغل الشيخة سلامة منصب رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وتعرف بنشاطها الواسع في مجالات الفن والثقافة والتنمية. أبرز المعلومات عنها: النشأة والأسرة. هي ابنة الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات. النشاط الثقافي والخيري: أسست مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان في أبو ظبي، والتي تعتني بمجالات الفنون والثقافة والتراث وتنمية الطفولة المبكرة والصحة. المناصب والاهتمامات: تشغل منصب رئيسة اللجنة المضيفة لفن أبو ظبي، كما تهتم باقتناء الأعمال الفنية العالمية، ولها دور بارز في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية. التكريم: حصلت على جائزة شخصية العام النسائية في الشرق الأوسط لسنة 2011 تقديرا لجهودها المتميزة. تعرف بكونها شريكة فعالة في مسيرة التنمية بالدولة، تركز عبر مؤسساتها على الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية